شتا يعني طواجن، ومش شرط كل طاجن نعمله يكون باللحمة وبالفراخ. ممكن نشكل عشان خاطر الروتين وما نزهقش. يلا بينا النهاردة هنعمل مع بعض أحلى طاجن. طاجن البطاطس بالصدق. طاجن رائع جدا وطعمه جميل جدا، مليان قيمة غذائية حلوة قوي. ويا سلام بقى معاهم لو شوية رز مفلفلين كده. جوزي بقى اخد وردية الظهر، ودي بيمشي فيها من الساعة 3، مبيجيش يا عيني غير 1 بالليل. فما ينفعش ان انا امشيه من غير اكل، وخاصة في الشتاء والجو ساقع جدا. يا ترى احنا هناكل وهو ما ياكلش؟ فقلت النهارده هعمله طاجن صغنون كده على قده. بطاطس بالصدق، يا سلام كده لو تخليه سبايسي كده وتحطي عليه قرن فلفل. بصي في قلبك. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. عندي بطاطس وعندي بصل، عندي طماطم وعندي فلفل وعندي فلفل الوان. بدأت ان انا اقطعهم جوليان كده زي ما انتم شايفين. اقطع كل حاجة كده بقطع متساوية، ومش شرط ان انت تقطعيها قطع كبيرة لان اصلا كل حاجة هتكون مستوية على البوتاجاز من فوق. فمش هنتعب خالص في التسوية زي الطواجن بتاعة اللحمة وبرامات اللحمة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بطاطس بس قطعتها كبيرة شوية عشان ما تتهريش معايا. خدت كل صباعين صدق وبدأت أقسمهم بالنص، يعني كل صوبع نصين اتنين بس. مش شرط ان هو يكون صغير أوي، لما بيكون صغير ما بيبانش في الطاجن وبيكون شكله مش مستحب يعني. البطاطس زي ما انتم شايفين مقطعاها مكعبات بس كبيرة شوية. بدأت ان انا احمرها، حمرتها في زيت غزير لمدة بالظبط 5 دقايق ورفعتها. ما خدتش لون خالص، يا دوبك انا اديتها تشميعة بسيطة جدا. وفي الحلة على النار حطيت كده معلقة سمنة بلدي ونزلت عليها بالصدوق، وبدأت كده ان أنا اشوحه كويس اوي. بعد ما اتشوح كويس نزلت بالبصل، والبصل بعد ما ابتدى يدبل معايا نزلت بيه 3 فصوص من الثوم، قطعتهم خرجتهم عادي ما دقتهمش. وبدأت كده ان انا المكونات كلها اضربها مع بعضها لغاية ما حسيت ان هي خلاص البصلة شفت معايا. نزلت بالخضار الموجود عندي، الفلفل الالوان والفلفل السبايسي اللي عندك والطماطم. بدأت ان انا احط الملح، يا دوبك احنا مش هنحط غير ملح وفلفل وحبة حبهان برضو، ومش هنحط اكتر من كده. ليه بقى؟ لان اصلا الصدق بيبقى مليان بهارات، فانتي ما تكتريش بهارات عشان ما تضيعيش الطعم بتاعه. بدأ بقى ينزل ميته كده زي ما انتم شايفين. رحت دي مية الخضار يا حبايبي. فبدأت ان انا على طول احط البطاطس، وبدأت انزل عليها بنص كوباية من المية السخنة من الكاتل. وخلاص اول ما بدأت انها تشكشك معايا على النار وتغلي، وطيت عليها خالص وغطيتها. والناحية التانية بعمل شوية الرز، عملناهم بشوية لبن كده. وبعد ما تشرب معايا وطيت عليه. عندي بقى التركة الحلوة، انت تاخدي مكعب من مرقة اللحمة وتحطيه كده وهو خلاص، والمية ابتدت ان هي تشف من عليه وتختفي. وخلاص كده هو استوى تماما. هنبدأ بقى خلاص، يا دوبك البطاطساية لسه بسيط قوي. فبدأت ولعت الفرن على درجة حرارة 200 من تحت ومن فوق كمان. الشواية ما كانش بيولع عليه ان عندك تحت وفوق، ولعيه من تحت. وبعد كده حطي الشواية عادي ما فيش اي مشكلة. معلقة بقى سمنة بلدي كده على الوش، يا سلام، عشان يديكي بقى التست اكنك بقى عاملة لحمة، ولحمة دسمة كمان يا ست الكل. فحاجة كده بجد حبايبي من الآخر، والطعم رهيب. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. سهل وسريع، مش هياخد معاكي 10 دقايق في المطبخ. كل حاجة على طول على بعض، وما خدتش وقت معانا خالص. شوية رز كده، وما تعديش أكلة من غير طبيخ. الجو ساقع أوي، محتاجين ان احنا حاجة تدفينا. والرز عندي ابتدى خلاص يتشرب اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي. انا ما بحطش السمنة على الرز لغاية ما يتشرب. لما اول ما يجي يتشرب بروح بقى حاطة معلقة السمنة زي ما انتم شايفين، سمنة بلدي كده عشان تديه تست عالي قوي. وبتبان في الرز، يعني ساعات بنحط السمنة في الأول تحس ان هي مش باينة في الرز خالص. فعلى ايه؟ فاحنا بنحطها كده بعد ما يبتدي يتشرب بقى انزل بالسمنة وبغطيها عادي خالص. ودلوقتي بعد ما طلع من الفرن اول الشوي، شايفين بقى شكله وجماله؟ مش قادرة اقول لكم، الريحة ترد الروح، كانت قلب البيت. اهو زي ما انتم شايفين كده حبايبي. بدأت بقى ان انا طبعا ابتدي اغلفه له عشان هياخدهم معاه الشغل. ومش هينفع ان انا افضله في علبة او كده، يعني ايه، عايزاه يحافظ على رونقه وشكله الحلو ده. انت تعبانة فيه بقى؟ ما تعبتش فيه يعني ولا ايه؟ ومعاه بقى قرن فلفل سبايسي كده من على الوش. وبدأت كده ان انا اغلفه له بورق السوليفين الالومنيوم اهو زي ما انتم شايفين. وطبعا كنت عاملاه قبل ما يروح الشغل كده
بالظبط بنص ساعة بحيث ان هو يبتدي يبرد، وبدأت اعبيله الرز اهو زي ما انتم شايفين. مش قادرة اقول لكم بقى بجد، يعني الوردية دي بتبقى متعبة جدا، انت تحضري اكل لنفسك وتحضري له الاكل، او انت مثلا تاكلي الاكل بارد وهو برضو نفس الكلام. بس هنعمل ايه، لازم. بس كويس انهم عندهم ميكرويف في البيت، فالحمد لله على كل شيء. لايكاتكم واشتراكاتكم، والسلام.